أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الثالثة من رواية المحاكمة للكاتب فرانز كافكا. تاريخ نشر الرواية كان سنة 1925. في الحلقتين اللي فاتوا جوزيف كي في عيد ميلاده 30 هو نايم في الأوتيل الصغير اللي هو بينام فيه وعايش فيه، تفاجئ بلجنة تحقيق بتحقق معاه في جريمة هو ما يعرفهاش. جوزيف كي بيشتغل في البنك بعد ما كان متوقع انه يتقبض عليه ويتحط في السجن. اتفاجئ بانهم سابوه واطلقوا سراحه بكل بساطة، وده كان محيره جدا. هو عمل ايه اللي هو ارتكبه؟ هو نفسه ما يعرفش. الحلقة الثالثة. جوزيف كي ما كانش جايله النوم، فقرر انه يفضل صاحي ويشوف برضو امتى هتيجي الانسة بورستنر، وعلى الرغم ممكن يكون الوقت مش مناسب الا انه ممكن يتكلم معاها حتى لو شوية كلام، يدردش شوية. سند على الشباك وقعد يدعك عينيه تعبانين، وفكر لحظة ان هو يعاقب مدام جروباخ ويقنع الانسة بورستنر ان هي كمان تديلها انذار وتشترك معاه انهم يسيبوا البنسيون. لكن لقى الموضوع مبالغ فيه بشكل مخيف كده. هو عايز يسيب السكن بتاعه ده بسبب الاحداث اللي حصلت الصبح، انما ما ينفعش يعمل كده. فضل يبص من الشباك على الشارع الفاضي، فرد نفسه على الكنبة بعد ما راح فتح الباب اللي بيطل على الغرفة اللي قدامه، قليل كده بسيط يعني، علشان هو مستلقي على الكنبة يشوف كل اللي هيدخل للبنسيون. لحد الساعة 11 تقريبا فضل فارد جسمه على الكنبة كده بهدوء وهو بيدخن، لكن الموضوع ما كانش يحتمل اكتر من كده. راح للغرفة اللي قدامه، وكأنه هو بيعمل كده بيعجل بيسرع بقدوم الانسة بورستنر. هو من جواه مش ملهوف قوي يعني، وما كانش بمقدوره كمان، ما كانش باستطاعته انه يفتكر منظرها بالظبط، لكن دلوقتي هو عايز يتكلم معاها. وكمان اللي بيصير الموضوع ان مجيها في الوقت المتأخر ده هتزود اليوم مشاكل اكتر واضطراب وفوضى. كمان هي سبب في ان هو ما خدش العشاء بتاعه، وكمان انه ما راحش الزيارة اللي كان المفروض يقوم بيها لإلزا في البار. قال انه بعد ما يتكلم مع الانسة بورستنر هيعمل كده. الساعة عدت 11:30 وسمع رجلين طلع على السلم. كي كان متعمق في افكاره رايح جاي، وهو باصص على الأوضة اللي قدامه كأنها أوضته هو. قام دلوقتي جري ورا الباب بتاعه. هي اللي جت الانسة بورستنر، كانت لسه هتفتح الباب وهي بتترعش من البرد، وحط على كتفها شال حرير وهي رفيعة جدا. اللحظة التانية بعد فتح الباب هتدخل الأوضة بتاعتها، وما ينفعش كي انه يدخل كده متسلل ليها بعد نص الليل، فلازم الأول يكلمها. لكن الحظ السيء انه نسي يفتح نور الأوضة بتاعته، لأن دلوقتي وهو خارج من الضلمة بهذا الشكل كأنه بينقض عليها، هيبقى مرعب جدا، بس مفيش وقت يضيعه. والباب مفتوح كده شوية، همس كده للأنسة بورستنر وكأنه رجاء أكتر منه بينده عليها. فالأنسة بورستنر قالت له هو في حد هنا؟ وقعدت تبص حواليها بعينيها الواسعة، فقال لها أنا، وبدأ يتقدم تجاهها. فالأنسة بورستنر قالت له السيد كي، وهي بتبتسم مساء الخير، ومدت له ايديها. قال لها انا بس عايز اتكلم معاكي حاجة بسيطة، ممكن تسمحي لي دلوقتي ان اتكلم معاكي؟
هي قالت له دلوقتي؟ يعني هو لازم يكون دلوقتي؟ حاسه الموضوع غريب مش كده برضو؟ قال لها انا مستنيكي من الساعه 9. قالت له كنت في المسرح، ما كنتش اعرف عنك حاجه. قال لها السبب ورا اللي انا عايز اقوله واللي انا عايز اتكلم فيه ما ظهرش غير النهارده. قالت له انا ما عنديش مانع، لكن انا تعبانه جدا جدا لدرجه انا هسقط دلوقتي كده، هقع على وشي قدامك. تعالى طيب، تعالى للأوضة بتاعتي، بس دقايق بسيطة يعني. هنا ما ينفعش نتكلم، هنصحي كله هيصحى، وده هيكون أكتر إزعاج ليا أكتر ما يكون إزعاج للناس. استنى هنا. وفتحت نور الأوضة وطفت النور اللي بره. فضل كي واقف لغاية ما الأنسة بورستنر من الأوضة بتاعتها قالت له اقعد، وشاورت على الكنبة. وفضلت وهي واقفة عند القايمة بتاعت السرير دي رغم التعب اللي كانت اتكلمت عليه، وهي واقفة القبعة بتاعتها اللي عليها زهور كده بتزينها بالزهور ما خلعتهاش. قالت له عايز ايه بقى دلوقتي؟ انا كل فضول ان اعرف انت عايز ايه. وبعدين قعدت حطت رجل على رجل، فقال لها الموضوع انت بتتسأل يعني هل هو ملح للدرجة دي ان احنا نتكلم فيه دلوقتي؟ فقالت له بص، المقدمات انا بتجاهلها دايما، يعني ادخل في الموضوع. فكي قال لها ده يسهل المهمة بتاعتي جدا. قال لها النهاردة الصبح حصل بسببي الى حد ما فوضى في الترتيب بتاع الأوضة بتاعتك، يعني فوضى بسيطة كده، إخلال بسيط، وده حصل بسبب ناس غرب ومش بإرادتي صدقيني، غير انه حصل بسببي، وانا عشان كده انا بطلب منك انك تسامحيني. قالت له اوضتي انا؟ وفضلت تتأمل في كي بدل ما تبص على الأوضة. فلا هو ده اللي حصل، والاتنين بصوا في عينين بعض للمرة الأولى. الموضوع مش مستاهل كلمة، مثير للاهتمام. كي قال لا. قالت له بص، انا مش عايزة اقحم نفسي في اسرار، ولو انت مصر ان الامر مش مثير للاهتمام انا مش معترض على اي شيء، وكمان الاعتذار بتاعك انا قبلته. وعلى فكرة انا عذراك عن طيب خاطر، خاصة ان انا مش شايفة اي حاجة فيها عدم ترتيب. وقامت لفت في الأوضة بتاعتها وهي حاطة كف ايدها على رجليها وهي بتتحرك، ووقفت عند المكان اللي فيه الصورة الفوتوغرافية بتاعتها. وقالت ايه ده؟ بص، صوري اتلخبطت فعلا، ده بشع فعلا، كان في حد في اوضتي ملوش حق انه يعمل كده. كي حرك راسه وهو في سره عمال يلعن المستخدم كامينر اللي ما بيقدرش يمسك نفسه عن فضوله. مين الغريب اللي عمل كده؟ ده طبعا بورستنر اللي بتسأل. انا مغامر على منعك من شيء كان المفروض ان انت تمنعه بنفسك، وهو الدخول لاوضتي في غيابي. قال انا شرحت لك يا انسه. وهو كمان اتوجه للمكان اللي فيه الصور الفوتوغرافيه. مش انا اللي اعتديت على الصور بتاعتك، لكن طالما انت مش مصدقاني لازم اعترف لك بان لجنه التحقيق جابت معاها 3 من المستخدمين في المصرف عندي في البنك، هو واحد منهم اللي عمل كده، وصدقيني انا هخرجه من البنك في اقرب فرصه يعني. قالت له نعم كان في لجنه تحقيق؟ كي بص بورستنر بصيت له قوي كده. ليك انت؟ قال لها ايوه. قالت لا وضحكت. قال لها ايوه من غير ذنب. انا مش عايزه انطق دلوقتي حكم ممكن يكون حكم خطير، وبعدين انا معرفكش، وعلى كل حال اكيد مجرم كبير اللي هيتبعت له لجنه تحقيق، لكن طالما انت حر طليق استنتج على الاقل من هدوءك انك ما هربتش من السجن، فمش معقول تكون ارتكبت جرم. وقال لها ايوه، لكن ممكن لجنه التحقيق انها تكون ادركت ان انا بريء او على الاقل مش مذنب كما افترض يعني. قالت له بالتاكيد ده ممكن، وكانت منتبهه جدا. لها شايفه انت مالكيش خبره كبيره بامور المحاكم؟ قالت له لا. قالت له كمان انا يعني متضايقه من ده، انا بحب اعرف كل شيء، وامور المحاكم بالذات بتهمني جدا بشكل بالغ. المحكمه بتملك قوه جاذبيه مميزه مش كده برضو؟ لكن اكيد انا هكمل معلوماتي في الاتجاه ده، وهبدا الشغل في الموضوع ده من الشهر الجاي ككاتبه في مكتب محاماه. قال لها ده كويس قوي، ده كده هيكون في مقدورك يعني ان انت تساعديني شويه في المحاكمه بتاعتي. قالت له ممكن، ليه لا، انا معلوماتي بستخدمها وانا مبسوطه بده. كي قال لها انا بتكلم بجد فعلا، يعني هو القضيه اتفه من انه يكلف بيها محامي، لكن انا محتاج لصاحب مشوره، حد استشيره. قالت له لكن علشان اقدم لك مشوره بشكل عام يعني
لازم اعرف ايه الموضوع. قال لها هي دي المشكله، هنا العقده، انا شخصيا ما اعرفش ايه المشكله. قالت له انت بتستخدمني كدعايه ليك يعني؟ وبان عليها ان هي اصيبت كده يعني باحباط. قالت له ما كانش فيه اي سبب لاختيار الوقت متاخر ده من الليل. وبعدت عن الصور الفوتوغرافيه بعد ما كانوا واقفين لفتره طويله. لكن لا يا انسه، انا ما بهزرش، انا بسميها لجنه تحقيق، بس انا ما اعرفلهاش اسم تاني. ما حصلش التحقيق في حاجه اصلا، اعتقلت ليس الا. لكن من قبل ايه؟ لجنه. قعدت بورستنر على الكنبه وضحكت من تاني. ازاي اللي انت بتقوله ده؟ ادرك التاثير دلوقتي كي على الانسه بورستنر اللي حطت ايدها على خدها وسندت على الكنبه والايد التانيه على رجليها. قالت له ده كلام عام جدا. قال لها ايه هو اللي عام جدا؟ طيب انا هوريك ازاي الموضوع حصل. وقام عمل حركه كده من غير ما يبعد. قالت له انا تعبانه. قال لها انت جيتي متاخره. قالت دلوقتي بقى كمان بتلومني ان انا جيت متاخره. ده برضو يعني انت بتراوغ كده يعني. انا اصلا كانش المفروض اسمح لك بالدخول، مع ان الموضوع مش ضروري زي ما انا شايفه يعني. قال لا موضوع ضروري وهتشوفي دلوقتي حالا. ممكن تسمحي لي بس ابعد الترابيزه الصغيره دي عن سريرك؟ قال له انت بتفكر في ايه؟ طبعا ما يجوزلكش ان انت تبعد الترابيزه. قال لا مش هينفع، لازم عشان اوريك ابعد الترابيزه شويه. طيب اذا كنت تحتاج للتمثيل مفيش مشكله، حرك الترابيزه الصغيره. انا تعبانه على فكره. لو الموضوع مش حلو كي حط الترابيزه الصغيره في وسط الاوضه وقعد وراها. عايزك تتصوري معايا توزيع الاشخاص بشكل مظبوط. الموضوع في غايه الاهميه. انا المراقب، وهناك على الشنطه قاعد 2 حراس، وعندنا الصورة الفوتوغرافية يقف 3 شبان. على المقبض بتاع الشباك ده في بلوزة بيضة كده نازلة منه متعلقة عليه. ودلوقتي هيبدأ الموضوع. معلش، هي بتقول انا بقى واد بنسى نفسي. انا الشخص الاكثر، هو بيكمل كلامه، انا الشخص الاكثر اهمية. اقف واقف هنا قدام الترابيزة الصغيرة. المراقب بيجلس جلسة مريحة، قاعدة مريحة قوي لأقصى حد، حاطط رجل على رجل والدراع كده نازل لتحت هنا فوق المسند. يعني بصي واخد مفيش زيه. ودلوقتي يبدأ الموضوع بجد. المراقب بيعلي صوته جدا، بينده بصوت عالي كأنه لازم يصحيني. يصرخ حقا. كي بيصرخ بجد. عشان عايز افهمك، فانا لازم كمان اصرخ. والمناسبة ما بيصرخش كده الا باسمي بس. الانسة بورستنر حطت صباعها على شفايفها وهي بتضحك علشان تمنعه من الصراخ، بتشاور له انه ما يصرخش. لكن كان بعد فوات الاوان. كي كان مندمج في دوره اكتر من اللازم، ونادى ببطء يوزيف كي. لكن ما ناداش بصوت عالي زي ما هو هدد بالظبط، لكن بدرجة بدأ فيها ان الندى ده طلع فجأة كده، مش بينتشر تدريجيا. في الوقت ده باب الأوضة اللي جنبهم سمعوا تخبيط عليه 3 مرات، شوية كده، كذا خبطة بقوة وبانتظام وبشكل قصير. الأنسة بورستنر اتخضت ووشها جاب ألوان. حطت ايدها على قلبها. كي اتخض لأنه لفترة كان عاجز عن التفكير في أي شيء سوى في الأحداث الصبح اللي حصلت. والبنت دي اللي هي الأنسة بورستنر اللي بيعرض لها الأحداث. ونط وصل الأنسة بورستنر ومسك ايدها. لا ما تخافيش من حاجة، أنا هدبر كل حاجة. لكن هيكون مين يعني؟ الحجرة اللي جنبينا دي، الأوضة اللي جنبينا دي حجرة جلوس ما بينامش فيها حد. قلت له لا. ووشوشته في ودنه. من امبارح بينام هنا ابن أخو السيدة جروباخ، ضابط برتبة نقيب، ومفيش أوضة تانية فاضية، فعشان كده أخد الأوضة دي. يا رب، يعني كان لازم تصرخ كده. أنا بجد أنت قفلتني جدا، أنا متضايقة جدا. لا 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 مفيش داعي كده خالص. وبسها من راسها وريحت ظهرها على المخدة وقالت له ابعد. قالت كده وهي بتتعدل بسرعة من جديد. روح. عايز ايه؟ هو الوقت عمال يسمع من ورا الباب، يسمع كل شيء. انت مش عارف انا متعذب قد ايه. لا انا مش همشي قبل ما انت تهدي خالص. تعالي للركن اللي هناك ده، هناك مش هيعرف يسمعنا اصلا. وسابت نفسها معاه. فعلا اللي حصل ده ضايقك، لكنه مش خطر ابدا، ولا تفكري في الموضوع ده خالص. انت عارفة قد ايه السيدة جروباخ بتعزني بجد، بتعزني جدا بشكل لا تتخيليه، واي حاجة بقولها بتصدقها. وخاصة ان النقيب ده وابن اخوها
وبالمناسبة كمان هي مرتبطة بيا جدا. عارفة ليه؟ لأنها استلفت مني مبلغ كبير، وأنا مستعد أقبل أي اقتراح منك بخصوص اللقاء بتاعنا ده. أي اقتراح يحقق السبب المقابلة بتاعتنا، حتى ولو حاجة بسيطة. وأنا بضمن لك 100% إن السيدة جروباخ هتصدق الكلام اللي أنا هقوله، وهتصدق التوضيح اللي أنا هقوله. وعلى فكرة ما تراعينيش في الموضوع ده خالص، حتى لو انت عايزة ان تبقى اشاعة ان انا اعتديت عليكي، فنبلغ السيدة جروباخ بالمعنى ده وهتصدق الموضوع على طول، ومن غير ما تفقد ثقتها فيا. انا عارف هي شديدة التعلق بيا جدا. الآنسة بورستنر كانت بتبص على الارض قدامها بهدوء وكأن اعصابها سايبة تماما. ليه السيدة جروباخ ما تظنش ان انا اعتديت عليكي؟ بيقول لها الجملة دي وهو شايف شعرها قدامه لونه أحمر قريب من الاحمرار، مضموم بشكل محكم ومنفوش على فوق على ورا. وكان فاكر ان هي هتبص له، لكنها اتكلمت من غير ما تغير الوضع بتاعها. اعذرني، الخبط المفاجئ ده خضني جدا، مش كتير بسبب النتائج اللي ممكن، انت عارف اللي ممكن تحصل بسبب وجود النقيض ده. بعد الصرخة بتاعتك حصل هدوء، وبعدين الباب خبط، عشان كده انا اتخضيت. وبعدين انا كنت قاعدة جنب الباب، فكأن الخبط اللي على الباب ده يعني بيخبط فيا. انا بشكرك على اقتراحاتك، لكن انا مش قبلها. انا اقدر كويس قوي اتحمل مسؤولية اي حاجة تحصل في اوضتي وتجاه اي شخص، ويعني ده بدون اهانة، وانا عارفة ان نواياك طيبة طبعا، لكن امشي دلوقتي وسيبني لوحدي. انا هحتاج ان انا اكون لوحدي اكتر من قبل كده. الدقايق القليلة اللي انت طلبتها، انت قلت 5 دقايق، بقت نص ساعة واكتر. كي يمسكها من ايدها وبعدين من المعصم بتاعها وضغط عليها وقال لها لكنك مش متضايقة مني فعلا؟ تخلصت من ايده وقالت له لا 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 مش متضايقة ولا من اي حد. رجع مسكها تاني من ايديها فسكتت. اخدته لحد الباب وهو مسكها من ايدها. هو خلاص بقى قرر انه يمشي، لكن قدام الباب كأنه ما كانش متوقع انه هيلاقي الباب في الحتة دي. وقف. استفادت بورستنر من اللحظة دي عشان تفتح الباب وتتحرك للأوضة اللي قدامهم وتقول مين هناك بصوت منخفض، كأنها بتوجه كلامها لكي. تعال بقى دلوقتي من فضلك بص. وشاورت على باب غرفة النقيب، وظهر ضوء من تحت الباب. اهو نور النور وهو بيتكلم علينا. كي قال ايوه انا جاي اهو. اتقدم قدامها ومسكها وبسها على وشها وهو حضنها وهي في حضنه. طلع صوت من غرفة النقيب بيقول بص لفوق، انا همشي دلوقتي. كان عايز يقول لأنسة بورستنر اسمها الاول، لكنه مكانش يعرفه. سابت له ايديها وهي بتبعد عنه بسيط، وبعدين مشيت وظهرها منحني شوية للأوضة بتاعتها. بعد كده بشوية كان كي نايم في السرير بتاعه ونام على طول، لكنه قبل النوم فكر شوية في التصرف بتاعه. كان راضي عنه، لكنه كان متعجب يعني ازاي ما كانش راضي اكتر من كده. وبسبب النقيب كان في وسوسة ومخاوف شديدة بخصوص الآنسة بورستنر، صديقة الآنسة بورستنر. الفترة اللي بعد كده ما قدرش كي انه يتكلم مع الآنسة بورستنر ولا حتى شوية كلمات صغيرة. حاول انه يقرب منها بشتى الطرق، لكن دايما كانت هي بتمنع ده. كان بيجي البيت في البنسيون بعد انتهاء الشغل بتاعه على طول، ويفضل قاعد على الكنبة في اوضته من غير ما يشغل النور، ومفيش حاجة تشغله غير انه يراقب الأوضة الأمامية دي. ولو مرت الخادمة مثلا وقفلت باب الأوضة الفاضية، كان يقوم بعد شوية ويفتح الباب تاني. والصبح بقى يصحى قبل ساعة من ميعاد صحيانه، عشان اللي هو ممكن انه يقابل بورستنر لوحدها وهي رايحة المكتب. لكن مفيش أي محاولة نجحت من المحاولات دي. كتب لها رسالة على المكتب وللمكان اللي هي فيه، وحاول كتير انه يبرر السلوك بتاعه اللي حصل، وحاول ان يبقى فيه كلام وتراضي انه يراضيها، ووعدها ان هو مش هيتجاوز ابدا حدوده اللي هي هتحطها بنفسها. وقعد يترجاها ان هي بس تديله فرصة يتكلم معاها. وفي النهاية
بعت لها وقال لها ان هو هيفضل طول يوم الحد في اوضته في انتظار اشارة منها تديله امل ان هي توافق على الرجاء بتاعه ده، او على الاقل تشرح له هي ليه ما بتتواصلش معاه ومش موافقة على الرجاء بتاعه اللي هو بيترجاها، انه بس يتكلم معاها حاجة بسيطة جدا، على الرغم انه وعدها ان هو موافق على كل اللي هي عايزاه. والرسائل اللي بعتها ما رجعتش، وكمان الرد على الرسائل ما جاش. وعلى العكس كان في إشارة يوم الأحد وكان وضوحها كافي جدا. فمن الصبح بدري لاحظ كي من خلال الفتحة الخرم بتاع الباب حركة خاصة كده في الأوضة الأمامية، وبعد كده بانت دي طلعت مدرسة اللغة الفرنسية، هي ألمانية واسمها مونتاج. هي بنت رفيعة جدا هزيلة كده وشاحبة وبتعرج شوية، كانت بتسكن في حجرة خاصة بيها، في أوضة خاصة بيها، واتنقلت للأوضة بتاعت الأنسة بورستنر. وطول الوقت كان بيشوفها وهي بتحاول تجر رجليها من قدام الحجرة الأوضة الأمامية. كان دايما مثلا ليها معاها حتة غسيل، غطا صغير أو كتاب، كانت نسيتهم يعني أكيد، ولازم هي تجيبه بشكل خاص بسبب ان هي نسيته، وتشيله وتحطه في المكان الجديد اللي هي هتقعد فيه. ولما السيدة جروباخ جابت الفطار لكي بعد ما نرفزته، ما سابتش الخادمة هي اللي تعمل كده، وهو ما قدرش يمسك نفسه عن انه يتكلم معاها لأول مرة من 5 أيام. فقال لها وايه الدوشة دي في الأوضة اللي قدام وهو بيصب القهوة بتاعته؟ ما ينفعش نوقف الدوشة دي، يعني هو لازم ان يحصل ترتيب ونقل والكلام ده يوم الحد بالذات يعني. ورغم ان كي ما بصش للسيدة جروباخ، لكنه لاحظ انها اتنهدت كده، خدت تنهيدة واستريحت. حتى اسئلة كي هي اعتبرتها اعتذار او بداية اعتذار. قالت له مفيش ترتيبات بتحصل يا استاذ كي، ليس الا يعني ان الانسة منتج بتنقل حاجاتها عند الانسة بورستنر، ما قالتش حاجة تاني. واستنت ازاي كي هياخد الموضوع، واذا كان ده هيسمح لها بالاستمرار في الكلام ولا لا. لكن كي برضو بيختبرها، حرك القهوة بالمعلقة كده وهو عمال يفكر وفي سكوت. باين بص عليها وقال لها انتي تخليتي عن تهمتك السابقة بخصوص الانسة بورستنر؟ قالت له يا استاذ كي. كانت منتظرة السؤال ده ومدت ايديها هما وهي مشبكهم في بعض. الكي انت خدت مني ملاحظة، وملاحظة يعني كده عابرة جدا، خدتها بشكل صعب قوي. انا ما فكرتش ابدا ان اغيظك او اغيظ اي حد باي حال. انت عارفني من فترة كبيرة يا استاذ كي علشان تكون مقتنع بكده، وانت مش عارف انا عانيت قد ايه في الايام الاخيرة دي. يعني انا مثلا هتكلم على المستأجرين بتوعي، الزباين بتوعي، وانت يا استاذ كي تفتكر كده؟ وكمان كنت بتقولي ان عليا ان انذرك، ادي لك انت انذار. وكانت بتعيط، وايه بعياط بصوت عالي يعني. وهو قال لها ما تعيطيش يا سيدة جروباخ، وهو بيبص من الشباك. كان كل تفكيره في الانسة بورستنر، انها استضافت بنت غريبة في الأوضة بتاعتها. قال لها ما تعيطيش، وهو بيمشي تجاه الأوضة والسيدة جروباخ لسه عمالة تعيط بتنهنه جامد في العياط. كمان أنا ما كنتش ساعتها يعني قاصد الموضوع بشكل سيء كده. على فكرة كل واحد مننا فهم غلط، وده ممكن يحصل ما بين أي 2 أصدقاء قدام، صداقة قديمة، صداقتهم قديمة. وقامت سيدة جروباخ شالت ايديها من على عينيها عشان تشوف هو فعلا كي راضي. قالت له خلاص طالما الأمر كده. كان سلوك السيدة جروباخ يدل ان النقيب ما كانش قال حاجة. انتي تفتكري فعلا ان انا ممكن يبقى في عداء معاكي بسبب بنت غريبة؟ قالت له هو ده السؤال يا استاذ كي. وكان من سوء حظها كل ما كانت بتشعر بحرية اكتر يا استاذ كي كانت بتنطق بحاجة مش كويسة. كنت اقعد اسأل نفسي مرة بعد التانية، ليه الاستاذ كي مهتم بالانسة بورستنر كل الاهتمام ده؟ ليه بيتخانق معايا بسببها، رغم انه عارف انه كل كلمة وحشة هيقولها لي مش هتخليني انام؟ انا ما قلتش حاجة عن الانسة الا اللي انا شفته بعيني. كي ما عقبش على الكلام. كان المفروض من اول كلمة يقول لها اطلعي بره الأوضة، لكن هو مش عايز يعمل كده. هو اكتفى انه يشرب القهوة بتاعته، واكتفى اشعار السيدة جروباخ،
وبره رجع تاني يسمع الخطوات التقيلة بتاعت الأنسة منتهى اللي كان واضح ان هي رايحة جاية في الأوضة الأمامية. انت سامعة؟ قالت له سامعة نعم، وهي بتتنهد. انا حبيت اساعدها او اسيب الخادمة تساعدها يعني، لكنها عنيدة وعايزة تنقل كل شيء بنفسها. وهو بيفتت باقي السكر في الفنجان. هو ده سبب لك اي ضرر؟ السيدة جروباخ قالت له لا بالعكس، ده يناسبني جدا جدا، عشان كده دلوقتي بقى عندي أوضة فاضية أقدر أسكن فيها ابن أخويا النقيب. من فترة طويلة وأنا خايفة إنه يكون بيزعجك في الأيام الأخيرة اللي اضطريت فيها إن أنا أسيبه يعيش في أوضة الجلوس. أنا عارف إنه بيراعيش أي خواطر. فكي وقف. لا 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 ما بيزعجنيش أبدا أبدا. أنتي تقريبا فاكراني إن أنا حساس جدا لأني مش قادر أستحمل مشي الآنسة منتهى. اهي رجعت تاني. ظهرت السيدة جروباخ مغلوبة على أمرها يعني. تحب يا أستاذ كي أقول لها إنها تأجل باقي الحاجات اللي بتنقلها؟ لو أنت عايز أعمل كده أعمل لك ده فورا. لكنها دلوقتي هتتنقل الأنسة بورسنر. قالت له هتنقل الأنسة بورسنر، ومفهمتش بالظبط كي يقصد إيه من الكلمة دي. إذن لازم تنقل حاجتها. والسيدة جروباخ يعني اكتفت إن هي تحرك راسها إن يعني في حيرة من الكلام. وبدأ كي رايح جاي في الأوضة قطع على السيدة جروباخ إمكانية إن هي تمشي، الأمر اللي كان المفروض إن هي تعمله على الأرجح يعني. لما وصل كي مرة تانية للباب في خبط. كانت الخادمة الأنسة منتهى عايزة تكلم الأستاذ كي شوية كلام كده يعني، وهي بترجوه إن هو يتفضل يجي لأوضة السفرة عشان هي مستنياه هناك. كي كان بيسمع الخادمة ومتأمل كده، وبعدين بص للسيدة جروباخ بنظرة فيها استهزاء وهي مذعورة خايفة. وبينت النظرة دي ان كي كان متوقع من فترة طويلة الدعوة دي من الأنسة منتهى. رد على الخادمة انه هي حالا وراح للدولاب اللبس بتاعه عشان يغير الجاكيت. ما كانش عنده جواب للسيدة جروباخ اللي قاعدة تشتكي بصوت منخفض كده من الفتاة المزعجة، سواء انه طلب بانها تشيل اطباق الفطار وتمشي. السيدة جروباخ بتقول للكي الاطباق ما اتلمستش. لا يعني خدي الطعام خلاص، خدي الاكل. وتقريبا الانسة منتهى امتزجت كده بكل حاجة وخلت كل حاجة ما بقتش حلوة. ولما مشي وعدى من قدام الحجرة الامامية فضل باصص كده، كان بيبص على باب حجرة الانسة بورسنر المقفول، لكنه ما كانش مدعو لهناك عشان يدخل، لكن لحجرة الطعام اوضة السفرة اللي فتح بابها على الاخر من غير ما يخبط. كانت الاوضة دي طويلة جدا لكنها ضيقة، مفيهاش غير شباك واحد. كانش فيها مكان غير لخزنتين اتحطوا بشكل مايل كده في الزوايا على جهة الباب. كل ما تبقى من مكان كانت بتشغله اللي بيشغله الترابيزة الكبيرة بتاعة السفرة اللي كانت تقريبا بادئة من اول الباب وتوصل لحد الشباك. المائدة دي كان اتحط عليها حاجات والناس كتير، لان جميع المستأجرين تقريبا بياكلوا الغدا بتاعهم، بيتناولوا الغدا بتاعهم يوم الحد في البنسيون. لما دخل كي جات له أنسة منتهى جاية من قرب الشباك كده على طول جنب ترابيزة السفرة، واتبادلوا كده يعني السلام بصمت. وهي قالت له الأنسة منتهى وهي محركة راسها كده أنا مش عارفة إذا كنت تعرفني ولا لأ. كي بص عليها كده وهو بيحرك حواجبه. قالها بالتأكيد انتي ساكنة عند السيدة جروباخ من فترة طويلة، لكنك ما بتهتمش بالنزلاء هنا كتير على ما أظن يعني. قالها لا. قالت له بتفضل مش عايز تقعد؟ والاتنين سحبوا كراسي من آخر ترابيزة السفرة وقعدوا قدام بعض. الأنسة منتهى قامت مرة تانية عشان نسيت الشنطة بتاعتها الصغيرة على الحافة بتاعت الشباك، راحت تجيبها وكانت بتجر رجليها لغاية ما وصلت. ولما رجعت كانت بتحرك الشنطة بتاعتها كده وكأنها بتشاور بيها كده مشاورات خفيفة. قالت أنا عايزة بس التكليف من صديقتي يعني إني أتكلم معاك شوية كلمات. هي كانت عايز تجيب نفسها لكنها النهاردة تعبت شوية حاجة خفيفة كده، فأرجو إن أنت تعذرها وتسمعني بدل منها يعني، وما كانتش هتقولك أي حاجة تانية غير اللي أقوله لك الحقيقة، أو على العكس أظن أنا كمان أقول أكتر منها لان انا نسبيا مش طرف في الموضوع. مش كده برضو؟ ولا انا هقول ايه يعني؟
وباين من كتر ما هي مركزة في شفايفه، لأن تركيزها في شفايفه كأنها بتدي لنفسها سلطة على اللي هو عايز يقوله وما قالوش لسه. تقريبا الأنسة بورسنر مش موافقة على المحادثة الشخصية اللي طلبتها منها. هو الحال كده، أو إن الحال مش كده أبدا. ممكن تكون بتعبر عن الموضوع بحدة شوية، يعني على وجه العموم ده ما يمشيش مع فكرة المحادثات، ولا ينفع العكس. زي ما واحد يعتبر إن في حاجات أو محادثات مش ضرورية. هو ده الحال. ودلوقتي بعد ملاحظتك أقدر إن أنا أكلمك بصراحة. أنت طلبت خطيا أو شفهيا إنك تقابل صديقتي، وصديقتي عرفت ده، وده اللي أنا المفروض أفترضه يعني على الأقل. يعني موضوع المقابلة دي، فهي مقتنعة لأسباب أنا معرفهاش بإن الموضوع مش هيعود بأي فايدة، لا عليك ولا عليها ولا على أي حد لو المقابلة دي حصلت. وبالمناسبة هي ما كلمتنيش في الموضوع ده غير امبارح، وكده يعني كده بشكل عابر يعني، وقالت لي إن ما يكونش حريص قوي على إجراء المحادثة، لأن الموضوع ده لم تأتي على الفكرة دي يعني غير صدفة، وهتكتشف إن الموضوع كله عبث. وأنا أجبت على ده بأنه ممكن يكون صح، لكن أنا شايف إن من المفيد من أجل توضيح الموضوع بشكل كامل إبلاغك الجواب صريح. وأنا عرضت نفسي إن أقوم بالمهمة دي، وبعد بعض التردد قبلت صديقتي. وأنا أتمنى إن التصرف بتاعي ده أنت كمان توافق عليه، إنه حتى مفيش أدنى شك إن في أتفه شيء ممكن يكون مؤلم جدا وإحنا منعرفش، وإذا كان الواحد يقدر يشيله بسهولة زي ما احنا في الحالة دي فيعمل كده على طول. قال لها شكرا، وقام ببطء وهو بيبص على الأنسة منتج، وقام بص على ترابيزة السفرة، وبص من الشباك. كان المبنى اللي قدامهم ضوء الشمس مغطيه، وراح على الباب والأنسة منتج ماشية وراه كأنها مش واثقة فيه. لكن قدام الباب الاتنين اضطروا انهم يتراجعوا لورا، لأن فتح الباب ودخل منه النقيب لانز. وكي كان بيشوفه لأول مرة عن قرب. راجل طويل عنده تقريبا 40 سنة، وشه مكتنز، وواضح انه بيقعد في الشمس كتير. انحنى حناقة كده، وطة كده، حناقة خفيفة موجهة كمان لكي، هو بيحييهم يعني. وين راح لأنسة منتج وبس ايديها، يعني بوست كده احترام يعني وإجلال. وكان لابق قوي في حركاته كل اللباقة، وتميز يعني بلطفه يعني مع الأنسة منتج بشكل ملفت للنظر عن المعاملة اللي كانت هي شافتها من كي. ورغم كده بدت الأنسة منتج برضو مش غضبة ومش غضبانة من كي ولا زعلانة منه، إذا أنها يعني حبت زي ما ظن كي إنه لاحظ إن هي تعرفوا على النقيب. لكن كي ما كانش عايز كده، مش عايز تعرف عليه، ما كانش هيقدر إن هو يكون شخص لطيف تجاه النقيب ده ولا حتى منتج. قبلة الإيد دي وهو بس إيدها النقيب دي عملت كده زي ستار ما بينه وما بين اللي بيحصل. غير ان كي ظن انه لم يدرك ده بس، انما ادرك كمان ان ليس منتج، انما هي اختارت وسيلة جيدة كويسة قوي، غير ان هي ذات حدين. هي بالغت في اهمية العلاقة بالأنسة بورسنر وكي، في مبالغة خاصة في اهمية المحادثة المطلوبة، وحاولت كمان في الوقت نفسه ان هي تقلب الموضوع كأن كي هو اللي بيبالغ في كل شيء، وهو اصلا ما كانش يقصد خالص انه يبالغ في حاجة. هو كان عارف ان الأنسة بورسنر كانت بتكتب على الآلة الكاتبة، مش المفروض ان هي تقاوم مقاومة طويلة. وكمان ما حسبش هنا اللي سمعه من سيدة جروباخ على الأنسة بورسنر. كل ده قاعد يفكر فيه وهو ماشي من اوضة السفرة من غير ما يقول مع السلامة ولا اي كلمة وداع. كان عايز يروح لأوضته، لكن سمع ضحكة كده من الأنسة منتج، سمعها من وراه، طلع من اوضة السفرة، ادت له إيحاء كده بانه يقدر يعمل مفاجأة للاتنين، للنقيب وللأنسة منتج. بص حواليه
وبقى يسمع كده جامد، يتصنت إذا كان في أي إزعاج ممكن يجي من حجرة من الأوض المحيطة. هدوء، ما كانش سامع غير صوت كلام جاي من أوضة السفرة، وصوت السيدة جروباخ جاي من الممر اللي يطلع على المطبخ. وبدت الفرصة مناسبة جدا. راح كي لباب حجرة الأنسة بورسنر وقعد يخبط عليه خبط خفيف. مفيش حاجة. خبط تاني، مفيش جواب. هي نايمة ولا هي تعبانة فعلا ولا بتنكر وجودها؟ مش لسبب سوى ان هي غير ان هي استشعرت ان مفيش حد غيره هو اللي ممكن يخبط، هو اللي ممكن يخبط خبط خفيف كده. وافترض كي انها ممكن بتنكر وجودها، وقعد يخبط اكتر ومفيش فايدة. فتح كي الباب في الاخر بس بحذر وبدون اي شعور بانه بيذنب. ما كانش في حد في الاوضة، كمان ما بقتش الاوضة اللي هو كأنه يعرفها. جنب الحيطة بتحط سريرين ورا بعضهم، كان 3 كراسي بالقرب من الباب متحملين بملابس وغسيل، عليهم ملابس وغسيل، وفي خزنة مفتوحة. كانت الأنسة بورسنر كانت مشيت غالبا أما الأنسة مونتاغ فكانت بتلح على كي إنه يتكلم في الأوضة، في أوضة السفرة. عموما كي ما اندهتش قوي، هو كان ما يلاقي الأنسة بورسنر بالسهولة دي. ما عملش كده غير تحدي الأنسة مونتاغ، لكن الحرج بتاعه كان مضاعف لما شافه بيقفل الباب مرة تانية الأنسة مونتاغ والنقيب وهم بيتكلموا عند باب أوضة السفرة مفتوح. وتقريبا كانوا واقفين ساعة هو بيفتح الباب كمان، وهم اتجنبوا أي حاجة تدل على إن هم بيراقبوا كي. كانوا بيتكلموا بصوت واطي وما كانوش بيتابعوا حركاته بنظرهم، غير كأن حد بيتكلم كده وشارد الذهن هو سرحان. لكن النظرات دي برضو كانت تقيلة على كي، فأسرع بسرعة علشان يوصل للأوضة بتاعته. بورسنر Denk nur einmal an mich und ich gebe gerne für dich mein Leben.